جمال بن عمري اجى لمصر اي يومين، ثم اجى الوفد للعراق. زين. اول يوم ما طلع للتمرين، اول يوم اجى يعني هو اجى الى بغداد؟ طبعا يومين. نعم. اول يوم ما طلع، فبالليل بعد التمرين رحنا انا وكابتن هاشم رضا قعدنا وياه. زين. شنو اخبارك كذا؟ قال اريد اترك هاي الغرفه اروح للسويد. قلت له اوكي، فورا نقل الى السويد، اكبر السويد. نعم. بعد قال اني اريد اطلع وافطر ببغداد. قلت له هاي ما مسويها اللاعب، بس راح اسويها لك من عندي، سايق وسياره. زين. زين. يطلع يتجول. نعم. اوكي ما يخالف. قال اني بالليل احب اطلع المطاعم وكذا. اني فهمت نعم. فهمت المغزى. نعم. قلت له شو تسوي بالليل؟ قال مثلا ما لقيت شيء اللي اريده، فرحت اكلت راس خروف، يعني باكر ماكل وكذا. قالوا ما لقيت المكانات اللي اريد اروح لها. قلت له يعني المكانات اللي تروح لها تريد مطاعم، احنا ناخذك. زين. وين تحب مطاعم ناخذك. نعم. فانا فهمت شريط وجاوبته بطريقه محترمه، احنا ناخذك وتدلل. نعم. كابتن هاشم هم قدم له فد عروض محترمه، قال له جيب زوجتك وبنتك ويمي ويم زوجتي، خل تقعد تشوفها وكذا. زين. قال اي بكره حاضر. هذه بكره ما طلع للتمرين، هم ما طلع للتمرين. زين. رحنا بالليل ندق الباب الغرفه، يا معود ماكو. فتحوا الباب ما موجود، بالكاميرات ماخذ الجنطه وجايه سياره مطار. زين. جوازه وين؟ عنده؟ اي طبعا. ليش؟ عنده جوازه. هو لاعب محترف، المفروض ان يعني عندما يصل يسلم جوازه الى الجهاز الاداري. خاف اطلع شويه كذا وهيج شيء ويطلبوا من عندي امن شرطه كذا، يعني قبلنا الموضوع. اخذ الجواز انت ذكرت جمله ما افصحت عنها، قلت انت فهمت شنو يريد اللاعب. هذا يريد سهر وليل يدور مراقص كنت بباريس نايت كلاب. نايت كلاب ومراقص وكذا، وصبايا مزز وصبايا وما موجوده عندنا. زين. هل يعقل هذا لاعب محترف يعني واصل الى هذه الدرجه من الاحترافيه ان يفضل نزواته الشخصيه على مستقبله كلاعب؟